السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم حلقة قرديحي شوية، ما فيهاش لحوم كتير ان شاء الله. يعني هتكون حلقة كده خفيفة وسريعة. الحلقة دي انا مش عاملاها للأكل او ان انا اقدم فيها اكل بصفة خاصة يعني. لا، انا الحلقة دي انا بشكر فيها ناس كتير جدا يا جماعة، هقول لكم عليهم وانا بتكلم معاكم. بس حبيت ابدا الحلقه النهارده من على البوتاجاز. هقول لكم انا هعمل فطار ايه. انا هعمل صينيه مكرونه بالبشاميل صغيره على قدنا كده، صغيره جدا. فما حبيتش ان انا اعمل اي حاجه فيها غير الخطوات تكون قدامكم ان شاء الله تعالى. بصوا بقى سريعا كده. اول حاجه معانا نص كيلو بصل اهو، زي ما انتم شايفين كده انا فرمته ناعم، مش ناعم قوي يعني، تمام. حطيته في الطاسه هنا مع شويه زيت على سمنه. دوت هنحط فيهم ربع كيلو لحمه مفرومه. حلو كده، نص كيلو بصل هياخد ربع كيلو لحمه مفرومه. معانا ميه حطها على البوتاجاز، هحط فيها شويه ملح علشان اسلق المكرونه فيها. والحله دي فيها سمن اهي قدامكم، 6 معالق سمنه. هحط فيهم 6 معالق دقيق دلوقتي. بسم الله. حلو كده علشان اعمل البشاميل. وزي ما انتم شايفين كده هنقلب البشاميل كده لغايه ما ريحه الدقيق تطلع قدامنا، ما يغمقش، بس ريحه الدقيق اللي هي ايه محمصه دي تطلع كده. وهقول لكم هنكب اللبن عليها. انا ما عنديش شوربه، فهعمل النهارده ان شاء الله البشاميل كله باللبن. وهحط باكوين يعني من مرقه الدجاج او باكو واحد يعني ما فيش مشكله. نخلي بالنا من البصل اللي على العين التانية. ودلوقتي بقى انا عملت ليه الحلقه دي خفيفه كده وسريعه ان شاء الله، علشان افضفض معاكم شويه واتكلم معاكم براحتي شويه، غير كل مره بيكون كلها اكل في اكل يعني. وطبعا معانا اللبن انا لسه غلياه، يعني يا دوب دافي كده. دوت اللي انا هعمل بيه البشاميل. معايا حوالي كيلو ونص لبن تقريبا كده، ولو احتاجنا هنحط ميه برده. تمام. دلوقتي بقى بعد ما البصله تحمر معانا وتكون بنفس اللون دوت او افتح شويه، هننزل باللحمه عليها وهنحط بصلايه طماطمايه مبشوره. نخلي بالنا من البشاميل يا جماعه، ما ننساش البشاميل. وهنروح نازلين باللبن على طول عشان نفك الدقيق اللي هو هيتعمل معانا. هنحط هنا معلقه ملح كبيره عشان نسلق المكرونه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بقى هننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي الفلفل الاسود عليه حبهان، مستكه، قرنفل، الحاجات دي كلها، قرفه، ده كله انا طحناه في البهارات دي. تمام. هننزل بمعلقه ملح صغيره ونفضل نشوح كده في اللحمه لغايه ما تستوي معانا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده ده شكل اللحمه بتاعتنا اللي هي لسه بتتعصب. طبعا هنسيبها لغايه ما تنشف خالص، والطماطم دي تتري خالص وتختفي خالص من اللحمه، تدوب يعني بمعنى اصح، وتتطعم كلها مع بعضها كده. تمام. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. انا بقى بحب اشكر كل الناس يا جماعه اللي انا من يوم ما كتبت على المنتدى وقلت ادعوا لمحمد ابني ان ربنا يشفيه، انا جالي كميه كومنتات والله العظيم لا تعد ولا تحصى. يعني صراحه كميه كومنتات كتيره جدا، لدرجه ان انا امبارح ده اللي خلاني اعمل الحلقه دي. انا يعني كنت غفلانه عن الحته دي ان انا اتكلم فيها. امبارح انا الحلقه بتاعه الهدوم بتاعه الخلطه اللي انا عاملاها للملابس البيضه والالوان، انا جالي كومنت واحده بتقولي انا صليت الفجر ودعيت لابنك من ساعه ما سمعت في الفيديو ان ابنك اتحرق بالزيت المغلي، يعني دعيت له كتير جدا. تمام. ناس انا ما اعرفهاش، ناس دعت لابني من غير ما اعرفها، من غير ما تشوفني، ملهاش اي علاقه بيا، غير مجرد ان انا كتبت بس قلت ادعي لمحمد ابني. الناس كتير جدا علقت لي يا جماعه، انا بشكرها من كل قلبي. بشكر كل الناس اللي افتكرتني ولسه فاكراني وفاكره ابني لغايه النهارده. بشكركم من كل قلبي. انا ما اعرفكوش مين، انا ما اعرفش اي حد، انا اعرف اسماء معينه يعني مش كتير، فعشان ما انساش حد الفضل لله ثم لله، ثم بدعاويكم دعاوي حبايبي في القناه، الناس الجميله، ستات ورجاله. بشكركم من كل قلبي. دوت انا عملت الحلقه دي خفيفه وسريعه وعملتها فوق في شقتي علشان كده، علشان اشكر كل الناس اللي افتكرتني وافتكرت محمد ابني بالدعاء، او بان هم بس يسالوني
مش لازم يدعوا لمحمد، ان هم يسألوني بس عن محمد ابني. انا الحمد لله بفضل الله محمد بقى كويس جدا بفضل الله. محمد شفايفه كانت محروقة قشرت وخفت، كانت صوابع ايده برضو محروقة. حبيت بس يعني ايه اطمن كل حبايبي عليه بزيادة. كانت صوابع ايده برضو محروقة الحمد لله قشرت وبقت حلوة. صدره كذلك الامر بقى فيه حاجات خفيفة. هي اللي لسه يعني ما خفش بنسبة كبيرة هي رجليه، لانها الزيت وقع على رجليه، فيعني ايه هنقول نزل لتحت، يعني ايه مش هنقول وصل للعظم شوية، بس احنا خايفين ان هو يعمل صديد. بس الحمد لله رب العالمين هو خف بنسبة كبيرة جدا الحمد لله. رجليه خفت بنسبة 50% بفضل الله، ثم بفضل دعويكم طبعا، دعوة كل الناس الجميلة اللي في القناة، اللي تعرفني واللي ما تعرفنيش، دعت لمحمد من كل قلبها. كتر الف خيركم كتر الف خيركم والله. يعني الكلام دوت من اخت لاخواتها في القناة. اي حد هيسمع الفيديو دوت انا بشكره من كل قلبي، حتى لو لسه ما كتبش لمحمد انا بشكره من كل قلبي. بس كده، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم يا حبايبي. دعوة حلوة من ام آلاء لاخواتها في القناة. ربنا يصلح حالكم ويخليكم لي يا رب، ويكفيكم شر اي حاجة وحشة انتوا وولادكم كل حبايبكم يا رب ان شاء الله. بس وكملوا بقى دعاوي لمحمد ان شاء الله، عشان يلبس بنطلون العيد، عشان هو ايه يعني ايه خايف ان رجليه تأثر عليه في لبس بنطلون العيد. وبس كده، وان شاء الله دلوقتي بقى هنعمل معاكم نكمل معاكم حلقة صينية المكرونة بالبشاميل. دلوقتي بقى هخلص بقى ايه معاكم كده تشويح اللحمة او نعصجها واسلق المكرونة، وارجع بقى عشان نعمل قدامكم صينية المكرونة بالبشاميل. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بصوا انا حطيت اللبن وحطيت باكو مرق الدجاج، وحطيت شوية بهارات من بهارات اللحمة وقلبتهم، وخلصت البشاميل اهو. علشان طبعا سبتهم على البوتاجاز لغاية بس ما فكيت البشاميل، وخلاص طفيت عليه النار وسبته. طبعا المكرونة حطيتها في الحلة اهي، وسلقتها 3/4 سلقة اهي برضو حلو كده. يعني المكرونة لو بتاخد 10 دقايق انا حطيتها 7 دقايق بس. دلوقتي هصفيها، والبشاميل بتاعنا خلصان، واللحمة المفرومة خلطتها معاكم. دلوقتي بقى هنطلع نطلع بره يعني علشان ابدأ معاكم اعمل صينية المكرونة بالبشاميل اللي قدامكم كلها بقى عشان ندخلها الفرن. دلوقتي زي ما انتم شايفين ده البشاميل بتاعنا اللي احنا خلصناه معاكم، ودي المكرونة في الحلة بتاعتها، ودي اللحمة اللي احنا عصجناها تمام. وبصوا بقى دي الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها البشاميل. حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، وحطيت فيها حوالي كوبايه من البشاميل، وكردت البشاميل كده علشان دي ارضيه الصينيه. اول حاجه معانا هنكب نص البشاميل دوت على المكرونه، بسم الله تمام كده، وهنقلب المكرونه. وطبعا معانا بياض بيضتين تمام، انا فصلتهم عن الصفار بس نزل مني شويه صفار برضو، هنحطهم هنا تمام على البشاميل مع المكرونه، ونقلبهم كده كويس. وطبعا معانا برضو صفار البيضتين هنحطهم على البشاميل اللي هو هيتحط على الوش، وهنقلبهم كده، وهنحط بس شويه صغيرين من الفلفل الاسود علشان يضيع زفاره البيض. ودلوقتي بقى هنحط نص المكرونه في ارضيه الصينيه، النص بالظبط تمام اهي. وبعدين بقى هننزل باللحمه المفرومه في نص الصينيه، نفردها كده فوق المكرونه قبل ما ننزل ببقيه المكرونه علشان ندخلها الفرن، ونحط البشاميل بقى في الاخر. يبقى دلوقتي هنفرد بس اللحمه المفرومه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين حطينا اللحمه اهي، هنفرد بقى ايه بقيه المكرونه على وش الصينيه. ودي شكل صينيه المكرونه بتاعتنا. باقي بقى اخر حاجه هننزل بالبشاميل كله بقى يغطي الصينيه كلها كده تمام. ودي الطبقه اللي هتكون فوق علشان الوش يكون حلو ومتحمر كده وحلو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ادي صينيه المكرونه بتاعتنا. اللي عنده بقى شويه جبنه موتزاريلا يحط على الوش، اللي ما عندوش زي حالاتي كده يدخلها كده ان شاء الله، وهتطلع زي الفل بامر الله تعالى. طبعا انا مولعه الفرن بسخنه، يعني هحطها على الرف الوسطاني
اول ما تبدا بس ايه الصينيه كده تسخن معانا جامد، هنروح موطيين بقى لغايه ما ايه الارضيه بتاعتها تبدا تحمر، نروح مولعين الشوايه علشان تحمر معانا من فوق، وما نطولش عليها بالكتير ربع ساعه عشان ما تنشفش مننا صينيه المكرونه. ان شاء الله هوريها لكم بقى بعد ما تطلع من الفرن، استنونا. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا معاكم صينيه المكرونه زي ما صينيه المكرونه بالبشاميل زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده شكلها بعد ما خلاص استوت اهي. بس للامانه عشان اكون صريحه معاكم، انا بعد ما دخلتها الفرن والله بنتي قالت لي فيه شويه جبنه رومي على جبنه موتزاريلا صغيرين خالص يا ماما، انا حطيتهم على الوش. تمام كده برضو علشان ما تفتكروش ان ده يعني ايه اللون ده جاي من فراغ، لا. انا حطيت شويه جبنه رومي وجبنه موتزاريلا كنت انا موجودين بس انا ما كنتش شفتهم. تمام، هو ده شكلها بعد ما طلعت، وان شاء الله طعمها هيكون جميل جدا بامر الله تعالى، ومعاها شويه مخلل. هو ده هيكون فطارنا النهارده، فطار سهل وسريع. الحلقه دي صدقوني ما كانتش للاكل خالص، كانت للشكر كل الناس اللي سألت على محمد ابني واللي سألت علينا من غير ما يعرفوني ومن غير ما يشوفوني. كتر الف خيركم، من كل قلب بقول لكم جزاكم الله كل خير، وربنا يجعل بيوتكم عمرانه بطاعه الله وبذكر الله، ودايما يا رب يبعد عن اي حد الشر كده والاذى، ودايما تكونوا فرحانين يا رب. كل اللي هيشوف الفيديو دوت ان شاء الله يعني ما يزعلش على محمد خالص. محمد زي الفل الحمد لله. انا حبيت برضو اطمنكم وبس، حبيت اشكركم في اخر الفيديو وفي اول الفيديو، وطول العمر ان شاء الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وانا حبيت اشكر حبايبي في القناه عشان كده اكون شكرت ربنا على النعمه اللي اداها لمحمد ابني. مع الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم، ونشوفكم حلقات تانية كتير. مع الف سلامه.